كنت بقدم مستويات الحمد لله كويسه مع النادي. ما كانش بنفس المستوى بيبقى مع المنتخب. كان يقول لك ده لعيب محلي مش لعيب دولي. ف 2006 كانت بطوله بالنسبه لي على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي كاحراز البطوله. وفي نفس الوقت الضغط اللي كان موجود على الجهاز الفني. الجهاز الفني كان خلاص هيتشال قبل البطوله بثلاث اربع ايام. خسرنا جنوب افريقيا من اخر مباراه وديه، وكان الكلام ان هم هيشيلوا الجهاز. فالجهاز الصراحه عمل بطوله مميزه كلاعبين موجودين. اتفق مع وائل ان البطل دخل او خرج من اجواء البطوله نفسها. حديث الذكريات احسن حاجه اللي انت تتذكر ذكرياتك انت في الملعب، واجمل حاجه طبعا كاس الامم. واي ذكريات؟ ذكريات تتويج. كأس أفريقيا تزور مصر مرة أخرى بعد 20 عاما. بعد الدورة التي رأت اللقب الثالث يكتب للمنتخب سنة 86. فاكر لما كنا بنبقى خارجين من الفندق تلاقي الناس على الشوارع، على الرصيف، على الرصيف من اول الفندق لحد الاستاد. اكتر بطوله في الثلاثه اللي انا متذكرها هي 2006 يا بريك. والله متذكر تفاصيلها. هي بطوله الشعب صراحه. انا عمري ما انسى كنا بنروح نتمرن الصبح، كان الكابتن حسام حسن هو الكابتن، فاحنا دايما كنا بناخد الباص الصبح، وهو كان يقول لنا ايه، والناس بتنقل بتبقى راكبه اتوبيسات النقل العام، يقول شوف الكره خلاكوا فين، الكره خلاكوا فين. اول واحده كانت 86 كانت كاس الامم الافريقيه في مصر. واحده من البطولات برضو الممتعه ككوره، انما طبعا احنا عشنا الفرحه دي اكتر يعني. عمري ما انسى هدف كابتن طاهر ابو زيد في المغرب، هدف الفاول، وكان عناصر مميزه، كان الكابتن مصطفى عبده وكابتن الخطيب وطاهر ابو زيد، كان العديد من العناصر والنجوم اللي كان واحد مرتبط بيهم وهو صغير. ماتش الافتتاح كان قدام ليبيا. على طول انت ما معاه وانت عمال تضحك. ابراهيم سعيد، محمد عواب الله يرحمه، عمرو زكي، بولدوزر، محمد شوقي، بركات، ميدو. من اللحظات الحلوه برضو ان انت لما بتمثل منتخب بلدك النشيد الوطني. بصراحه كانت بدايه ولا اروع بصراحه، ان احنا بالجيل ده بالمجموعه دي بالجمهور اللي موجود بجو كان على المجموعه دي بصراحه جديد علينا كلنا. ده عناصر الخبره دايما بتتكلم. قبل المباراه كان ميدو، كان احمد حسن، كان حسن. ادي اول الهدف الاول ده ميدو. ابو وهاب اوفر ما شاء الله عليه. هدف اول ابو وهاب محمد ابو وهاب الله يرحمه، دي كانت شهاده ميلاده البطوله دي. بس شفت انا عملت ايه في انا وقفت الحارس والمدافعين. ده الهدف الثاني، فاول. وحكم المباراة هنا يحتسب خطأ. على فكره انا ما كنتش انا اللي هشوط، المفروض ميدو. بداية فميدو قال لي طب انا هعدي من فيها وشوط بعد. هنا مرور والكرة قوية. حلو. ده من احسن اهدافك ده. راحت زي ما الكتاب بيقول. الفرحه بعد الاهداف، وساعتها كنا بقى تعرض نقد يقول لك ده لاعب محلي وكانت بطوله الصراحه، كانت بطوله اول بطوله كاس ليا وبطوله مجمعه، ودورك طبعا في الحيطه بس دايما الدور ده لازم تذكره دايما انت. لا ميدو طبعا، هو كان في الحيطه وراحت صعبه. البطولة دي يعني بصراحة الأحداث قبليها والنتائج المباريات الودية اللي كانت قبل البطولة ما كانتش تدي إيحاء إن أنت هتفوز بالبطولة حتى على أرضك. كنت بقدم مستويات الحمد لله كويسة مع النادي، ما كانش بنفس المستوى بيبقى مع المنتخب. كان يقول لك ده لعيب محلي مش لعيب دولي. ف 2006 كانت بطولة بالنسبة لي على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي كإحراز البطولة. وفي نفس الوقت الضغط اللي كان موجود على الجهاز الفني. الجهاز الفني كان
خلاص هيتشال قبل البطوله بثلاث اربع ايام. خسرنا جنوب افريقيا اخر مباراه وديه، وكان الكلام ان هم هيشيلوا الجهاز. فالجهاز الصراحه عمل بطوله مميزه كلاعبين موجودين. اتفق مع وائل ان البطل دخل او خرج من اجواء البطوله نفسها. دي ركله جزاء طبعا لعمرو زكي، سجلها احمد حسن. كان فيها طرد للحارس تقريبا، ها؟ او ميدو حارس طرد، حارس طرد. سجلها احمد ميدو ضيع واحمد متابعه. هو كان نفسه في الكوره قبل اول ما جت ضربه جزاء، كان هو اللي عايز يشوط. الصراحه منظر الاستاد في كل الماتشات حاجه تفرح. انا الواحد عن نفسي كل اللعيبه بتستنى المباريات عشان تشوف منظر الجمهور والتفاعل معه. ادائنا كان اداء جيد واداء شجاع، وقدرنا ان احنا كنا ممكن نفوز على المغرب، وده ادانا ثقه قبل ما تروح المباراه الثالثه قدام كوت ديفوار. برغم ان كوت ديفوار ما لعبتش المباراه الاولى في المجموعه بالقوه الاساسيه كامله، انما زي ما قلنا الاداء بتاعك ووصولك لمرمى الفرقتين اكتر من مره ادانا ثقه. بصراحه مستوى اللعيبه بدا يزيد ويتطور بشكل كبير. قدرنا ان احنا ننسجم بسرعه مع بعض، والثقه تروح للجهاز الفني نتيجه الاداء اللي قدموه في المباراتين دول، وده ادانا دوافع اللي بعد كده في البطوله يعني. كوت ديفوار كان بصراحه جيل كان يستحق انه يفوز ببطوله. ليس عليك أن تشارك بشرف، ليس عليك أن تذهب بعيدا. أنت الآن في ثوب المرشح للقب. الإيمان هذا هو كل ما عليك. المهم بالنسبه لنا ان احنا نروح للدور اللي بعد كده. ولما تشوف اسماء العناصر بتاعت منتخب كوت ديفوار اللي هم البدلاء دول كلهم بيلعبوا في احسن انديه الاوروبيه، يعني طول عمرهم ال 23 لاعب محترفين وبيلعبوا في اكبر الانديه في اوروبا. كان جيل الذهبي، كان الجيل الذهبي بتاع كوت ديفوار. ودي الطياره، ميلاد الطياره طبعا. لا، فرحه الجمهور بصراحه والناس اللي كانت بتحضر يعني اكتر صور الانتماء اللي الواحد شافها في حياته كانت في البطوله 2006 دي. الجيل ده ارتبط ارتباط خاص بالجمهور، ارتباط خاص، مشاعر من القلب. وطبعا ده الهدف الثالث كابتن حسام وكابتن عماد متعب طبعا متابعه. بس فرحه الكابتن حسام، فاكر كابتن حسام يعني متعب جاب الجول وهو حط ايده على دماغه. بس كابتن حسام كان له دور الصراحه، خارج الملعب وداخل الملعب. كان نفسه هو اللي يجيب الجول. طبعا عماد من المهاجمين الابزاز. وجودنا مع المغرب وكوت ديفوار في المجموعات فادنا اكتر ما ضرنا. بمعنى ان ماتش الافتتاح بتاع ليبيا ادانا ثقه كبيره، المكسب والثقه، وشفنا منظر الجمهور واللي كان موجود في استاد القاهره. انا ما كانش عندي شك ان احنا نقدر نتعامل كويس مع المغرب او نتعامل كويس مع كوت ديفوار. فبالنسبه لي المجموعه وجود عناصر او منتخبات قويه كانت في المجموعه فادنا ما ضرناش. مباراه الافتتاح الفوز فيها تقديم عرض مناسب او عرض جيد هو اللي ادانا دفعه قويه ان احنا نقدر نحرز البطوله. الدور ده خلص. مباراة الكونغو دي، وصلنا الكونغو. جيل برضو كان جيل الكونغو من احسن المنتخبات الافريقيه في التوقيت اللي بتلعب كوره. عندهم اكتر من 3 4 لاعبين في نص الملعب، والوال مهاجم. ايوه كان برضو كان في انجلترا متالق ساعتها. هذا كابتن حسام طبعا هدف ولا اروع، الخبره كلها. عمرو زكي من الناس وعماد طبعا هداف. الثنائي بصراحه افتقدوا منتخب مصر في السنوات اللي بعد كده، عمرو زكي وعماد متعب. وهنا كابتن احمد عمل بطوله محترمه، الفريق ككل الصراحه بطوله كبيره.